السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا مقلوبة جدا 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 على اللي بيحصل الأيام ديت في السوق الشرقي والناس بتتكلم كلام وشتيمة وحاجة يعني آخر قلة أدب. هل احنا الموضوع ده بالنسبة لنا جديد؟ يعني دي حاجة جديدة علينا مش موجودة إلا في السوق الشرقي في الرحاب؟ لا، الكلام ده موجود في كل الدنيا. بس الموضوع ما كانش موجود عندنا في مصر، بس دلوقتي بقى موجود في مصر. خش على السوشيال ميديا كلها هتلاقي الدنيا مقلوبة، هتلاقي كل مكان في السوشيال ميديا هتلاقي اللي في السوق الشرقي بيتكرر في غيره وبيتكرر هنا وبيتكرر هنا. التيك توك نفسه حاجة بقت آخر مسخرة، ربنا يحفظنا. انزل الشارع عندنا حاجة بقت، ربنا يرحمنا يعني من الموضوع ده. هتنزل الشارع هتلاقي اللي موجود في السوق الشرقي واللي موجود في السوشيال ميديا كله موجود في الشارع بالفعل. طيب هل الكلام ده كله احنا هنعاتب فيه بقى الناس اللي بتعمل الكلام ده، او الناس اللي بتبقى نازلة مثلا من بيتها لبسها مش كويس ولا مش محتشمة ولا الكلام ده؟ لا، احنا هنعاتب الاهالي. باباكي فين ومامتك فين؟ المفروض الاب والام قبل ما بنتهم تنزل يشيكوا عليها من اولها لاخرها، شوفوا انت بتعملي ايه بالظبط، لابسه ايه. طب الاب في الشغل، طب فين الام؟ انت كأم، لا انت تابعي الكلام ده وشوفي بنتك بتعمل ايه بالظبط. شوفي بنتك نازله ازاي وراحه تقابل مين. هل بنتك دي راحه في مكان كويس ومحترم ولا ايه ظروفها؟ انما ما نقلبش الدنيا على اطفال لسه ما تعلموش اي حاجه في دنيتهم. كل ذنبهم ان هم طلعوا لقوا اب وام متساهلين، اب وام مش موجودين في الدنيا اصلا، اب وام مش متابعين، ما يعرفوش ربنا. الله اعلم بقى الاب فين الام فين، بتعمل ايه او بيعمل ايه، الله اعلم بيهم. بس احنا المشكله في الاب والام، مش الطفل الصغير اللي لسه ما فهمش اي حاجه في دنيته. كل اللي بيعمله ان هو فرحان بنفسه، عايش يومين على كلامه. معلش، النهارده الاب ابنه بيكمل 15 سنه ولا 16 سنه وهو بيجيله سفريه، فيروح ماسك ابنه كده من ايديه ورجليه ويروح حاتفه، يلا روح سافر. طب انت هتروح تسافر ابنك ده اصلا يعني ولا علمته صلاه ولا علمته طاعه ولا علمته ازاي يقرب من ربنا ولا يبعد عن المعاصي ولا الكلام ده كله، ورايح ترميه في وسط الموبقات دي كلها؟ طب ما انت كده كده ابنك رايح هناك بعد سنة ولا سنتين لما يفكر يرجع لك، ده لو فكر اصلا هيرجع لك مدمن مخدرات، ولا هيرجع لك عنده ايدز، ولا يرجع لك دنيته خربانة. ما انت كده كده انت اصلا بتضحي بابنك ولا بضناك عشان خاطر الفلوس. فاحنا المشكلة فينا احنا، والله المشكلة فينا احنا. احنا لو نراعي ربنا ونعلم ولادنا الصح من الغلط ونتابع سلوكهم ونتابع هما بيعملوا ايه، الكلام ده كله مش هيحصل. فملخص الكلام عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، انا بس عاوز اقول ان احنا بلاش نبقى احنا والزمن على الاطفال دول مهما كان اطفال، فبلاش نيجي عليهم بزيادة. نحاول ان احنا نعدل سلوكهم، وده طبعا هيكون عن طريق الاهالي، لان الاب والام هم الاساس. الطفل بياخد سلوكه من ابوه وامه، فيا ريت نوجه كلامنا كله للاهالي. اتقوا ربنا في ولادكم، اتقوا ربنا في نفسكم. انا مش مجبر ان انا انزل الشارع او اروح اي مكان عام او خاص اشوف بنتك بالمنظر ده او بالشكل ده او باللبس ده. ده ولا من ديننا ولا من سلوكياتنا ولا من عاداتنا وتقاليدنا. احنا في مجتمع شرقي، وحافظ على بناتك، حافظ على اهل بيتك. لحد هنا انا خلاص خلصت كلامي النهارده. بس حضراتكم عارفين طبعا ان الموضوع ده بالذات لو اتكلمنا فيه لحد السنه الجايه الكلام فيه مش هيخلص. بس انا اسف جدا اني طولت عليكم. انا اسمي احمد خالد، واتشرف جدا انكم تتابعوني، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. سلام.